على فكرة يا ياسمين يا عز، انت مش لوحدك اللي صوتك شتوي بس. ايوه، مش لوحدك يا اختي. معلش احنا بنتكلم. بصي بقى، عندنا في الانجليش في حاجة اسمها الفاول letters، الحروف المتحركة. وبالمناسبة دول عددهم 5. كل واحد في ال5 حروف دول ليه صوتين. صوت قصير اللي هو الصوت الشتوي، اللي هو زي صوتك بالظبط كده، السهتان الدفيان النعمان كده. الصوت الشتوي ده بيكون زي صوتي كده، ناعم ودافي، نايمان، سهتان أو نعسان شوية. والصوت الصيفي اللي هو الصوت الطويل بتاع الحرف، اللي هو المصهلل والملعلع والمجلجل ده. أما الصوت الصيفي بيكون صوت عالي شوية، حاد، مزهزه، مصحصح طول الوقت وما بيفصلش. فالصوت القصير اللي هو الشتوي النعمان، والصوت الصيفي اللي هو المصهلل الطويل ده. وانا مش هرد عليكي تاني، انا هتكلم عن حرف واحد بس هو اللي هيرد عليكي بصوته الشتوي والصيفي، عشان تعرف انك مش لوحدك يا ياسمين يا عز. خدي عندك حرف ال A، letter A، صوته الشتوي اللي هو الصوت القصير short sound، بنقول عليه قصير ده فيها النعمان كده، زي cat. لكن الصوت الطويل بتاعه اللي هو الصوت الصيفي المجلجل ده اللي هو ال R، زي car. يبقى car شتوي صيفي قصير طويل. كفايه عليكي كده، ده صوت واحد بس اللي رد عليكي بصوته الشتوي والصيفي، عشان تعرف انك مش لوحدك. بس بقى كفايه كده، عشان انا تعبت بقى من الشتوي والصيفي والخريفي والبتنجاني. انا احمد صار and thank you so much. صوتك شتوي. والله ما انا عارف شتوي ولا صيفي ولا هندي، انا تعبت. سلام، اقفل يا عم.